الجيل الجديد للسينما المصرية جيل واعد جدا، سواء ممثلين او مخرجين او حتى مؤلفين. جيل بيحسسك ان لسه في امل في السينما وان لسه في ناس كرييتيف بتشتغل في الافلام. ومن اهم ممثلين الجيل ده طبعا طه دسوقي. فتعال نتكلم حبة عن مسيرة طه واقول لك ليه بنحب طه دسوقي. تعال نبدأ الحلقة من الاول، فجهز حاجة تشربها او حاجة تاكلها عشان هنغوص بقى في القصة دي. طه قبل التمثيل بدأ في سكة الستاند اب كوميدي، وهو بيعمل ستاند اب من زمان جدا، يعني من قيمة 9 او 10 سنين. وبالمناسبة طه خريج واحد من اهم واقدم الستاند اب كوميديانز في مصر، علي قنديل. بعد ما طه اتشهر حبه بيعمل مع اصحابه فرقه ستاند اب كوميدي اسمها ذا اليت. مين بقى اصحابه اللي كانوا معاه في ذا اليت؟ احمد عصام، مصطفى عباس توفي، وليد المغازي، احمد خيري، محمد اشرف، محمد حلمي. معلومه على جنب كده، محمد حلمي ساب ذا اليت السنه دي وبدا يعمل كارير لوحده. وعلى فكره طه ذا اليت في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي بيعملوا تور حوالين العالم في امريكا وفي اوروبا بالستاند اب كوميدي بتاعهم. فلو طه في التمثيل هو الممثل الشاب طه دسوقي، فهناك هو الفنان القدير طه دسوقي. الراجل عامل كارير كبير جدا هناك. المهم تعالى نبدا نتكلم عن كارير طه دسوقي كممثل. وسنه البدايه بالنسبه لطه كانت 2021. عمل في السنه دي 5 اعمال. العمل الوحيد اللي انا ما شفتهوش كان مسلسل اسمه وضع مستقر مع خالد منصور وشادي الفونسو، واكيد انت فاهم ما شفتهوش ليه. وعمل فيلم واحد بس وهو فيلم فرق خبره. الفيلم ده غريب جدا، انا شفته مرتين وعمري ما فهمته عايز مني ايه، ولا فاهم مين دول ولا بيعملوا ايه. انا مش فاهم الفيلم ده عايز يوصل لايه. بس بصراحه طه كان جامد جدا وكان بيضحك، وهو اكتر حاجه معلقه معايا في الفيلم ده بصراحه. وفي يناير 2021 ينزل له مسلسل اسمه في بيتنا روبوت. ده العمل الوحيد اللي طه ما عملش معايا فيه اي علامه ولا فاكر له حاجه منه، مع ان دوره ما كانش صغير، ده كان واخد مساحه محترمه جدا. بس انا ما اعرفش كان ماله، هو كان باهت قوي في المسلسل ده بالنسبه لي. في ديسمبر بقى بيشارك في مسلسل بيمبو اللي من بطوله احمد مالك وويجز وهدى المفتي. اهو ده دور اصغر من في بيتنا روبوت بكتير، بس علم معايا وفاكر له مشاهد وطلع من المسلسل فاكر طه كان بيعمل ايه. تقريبا دي المره الوحيده اللي طه يعمل فيها دور المدمن، وعمله بشكل حلو جدا ومميز ومختلف. المهم نيجي بقى لاهم عمل في 2021 اللي نزل في نوفمبر، هو مسلسل موضوع عائلي الجزء الاول. دي النقله الفعليه لطه، واللي حاطط اسمه على الخريطه خلاص. يعني هو واد لذيذ، دمه خفيف، كوميديته جديده، عنده قبول. كل ده يخلي المنتجين شايفين ان الواد ده هو اللي جاي. وكمان ان المسلسل مسلسل رائع، كل واحد فيه بيخدم على التاني عشان يطلع احسن ما عنده. والمسلسل ده كان شهاده ميلاد لنجوم كتير، منهم ماجد الكدواني اللي كان اول مره يعمل بطوله بعد جاي في السريع في 2005، سماء ابراهيم اللي خلاص بقت تريد مارك الدور الام المصريه، محمد رضوان في دور رمضان حريقه الدور اللي رجع الراجل ده للسباق، محمد شاهين ومحمد القص، خالد وغازي الثنائيه الاحلى في المسلسل، وطبعا طه دسوقي. المسلسل ده بجد حلو جدا، لو انت ما شفتوش روح شوفه حالا بجد. نوصل ل 2022 اللي بالنسبه لي كانت سنه سيئه جدا لطه، ولولا ذكائه ما كانش زمانه موجود دلوقتي. في السينما طه بيشارك في فيلمين، اولهم فيلم اسمه حظك اليوم مع كريم قاسم وهدى المفتي. الفيلم ده فشل جدا كايرادات وما عجبش الناس اللي شافوه كمان. يعني انا فاكر ريفيو احمد كمال بتاع افلام كان رجعوا لي 100 جنيه بتاعتي، فالفيلم ده في المستوى القاع. وبرضه طه بيشارك في فرصه من اكبر الفرص المهدره في السينما، وهو فيلم فضل ونعمه. يعني انت عندك ماجد الكدواني وهند صبري واخراج رامي امام، وتطلع لي حاجه عامله كده. الفيلم ده بجد فرصه مهدره جدا. فيلم فيه مشاكل كتير قوي يا جدعان ومش بيضحك، وما كنتش متوقع منه كده، انا كنت متحمس له. وفي موسم رمضان طه بيشارك في مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني. انا شفت منه لقطات وشفت منه حلقات بس ما عجبنيش خالص بصراحه. ونوصل للحسنه الوحيده اللي عملها طه في 2022، وهو مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني. الجزء المفضل ليا في موضوع عائلي كله، انا كنت بعيط من الضحك وبرضه بعيط من الدراما. جزء مؤثر جدا بيتناول فكره الورم في المخ والسرطان بشكل حلو جدا. طه في المسلسل ده او في الجزء ده من المسلسل يعني كان متألق قوي، سواء في الكوميديا كان عامل اللي عليه زياده، ولما المسلسل اخد منعطف درامي في اخر حلقتين عمل شغل حلو جدا. وكمان كان عامل مشهد في نص المسلسل كده هو ورانا رئيس على البحر، مشهد درامي حلو قوي برضه. تعالى بقى نتكلم عن السنه اللي بعدها وهي 2023 اللي هي من السنين الحلوه في كارير طه بصراحه. ومن اولها لحد سنتنا دي هو طه ما عملش حاجه وحشه بصراحه، هو الراجل ماشي على خطه كويسه جدا. اولا طه بيشارك في فيلم المطاريد، فيلم مش سيء بس مش وحش، فيلم عادي. طه كان عامل فيه دور بيضحك بصراحه وعنده افيهات جامده فشخ في الفيلم ده. برضه بيشارك في فيلم كروي تاني وهو فيلم فوي فوي فوي. على فكره الفيلم ده فيلم حلو جدا، وده اللي مصر ساعتها اختارته ان هو تبعته للاوسكار. طه في الفيلم ده عمل دوره بشكل حلو جدا وبيعمل مشاهد دراميه مؤثره. الفيلم اصلا مش كوميدي صرف، هو بلاك كوميدي واتعمل بشكل حلو قوي، وهو فيلم مستوحى من احداث حقيقيه حصلت في مصر زمان، بس متعدل عليه شويه عشان يعني ما نفضحش مصر. وبيشارك في اهم عمل ليه في 2023 وهو مسلسل الصفاره. يعني انت مبسوط منتمي حاسس ان اللي احنا فيه ده تمام ده كويس؟ ده انا سعيد قوي بحياتي دي يا نجم والله. والراجل ده بيعمل حاجه صعبه فشخ،
وهي ان هو عمل بتاع 8 7 شخصيات في المسلسل، والانيل اللي ولا واحده منهم شبه التانيه، وبيعملهم باتقان وتركيز عالي جدا. تحس ان الراجل كده كان ماسك بايديه واسنانه الفرصه دي، وعارف ان دي اللي بعدها البطوله المطلقه. اكتر شخصيه انا حبيتها بصراحه اللي كانت مع مغني المهرجانات، كان عنده لازمه حلوه فشخ يعني. انما لما تيجي ل 2024 وفي اول 2024 في يناير، طه بيعمل اول بطوله مطلقه ليه بمسلسل حاجات، هيعمل اللي هو عمله ده بالظبط. في اواخر 2024 بينزل له مسلسلين، اولهم مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث، اقل مواسم موضوع عائلي بالنسبه لي المسلسل اللي انا بعشقه، بس ايجابياته كانت في التمثيل. من اكتر الناس اللي كانوا متالقين في المسلسل ده طبعا طه دسوقي، لازم اقوله عشان الحلقه عنه يعني. طه بصراحه كان حلو جدا في المسلسل ده، بالرغم ان المسلسل اصلا واقع. وبرضه لازم اشيد بياسمين العبد، مع ان الحلقه مش عليها بس انا بحبها بصراحه. ياسمين العبد في دور شيماء كانت مبهره، كانت عامله دور مبهر بجد. وموضوع عائلي 3 ده كان في شهر 12. في نفس الشهر بقى نزل له مسلسل تاني من بطولته مع اسماء جلال وعلي قاسم اسمه فقرة الساحر. المسلسل ده من اكتر مسلسلات طه المظلومه، بس تخيل ان انت عندك مسلسل 8 حلقات بيتعرض على 8 اسابيع. ده طبعا كان غباء جدا من المنصه اللي عرضت المسلسل ده، وقلل من نجاح المسلسل بصراحه. بس انا شخصيا بحب المسلسل ده جدا وشفته مرتين، وهو ممتع فشخ بالنسبه لي. انا برشح لك المسلسل ده لو انت ما شفتوش بصراحه، 8 حلقات تقدر تخطفهم دلوقتي يعني. المهم نوصل لسنه 2025، السنه اللي احنا فيها دلوقتي دي، وبيبداها في رمضان بمسلسل ولاد الشمس. مسلسل ولاد الشمس كان مسلسل من بطولته هو واحمد مالك، وعمل فيه دور مفتاح، واحد من ادواره المختلفه برضه. الراجل ده اجتهد جدا في الدور ده، وعمل 2 ماستر سينز في المسلسل. المشهد الاول لما راح للناس اللي اتبنوه ورجعوه تاني لما خلفوا، المشهد ده مبكي بجد، مشهد بيقطع القلب. وكمان مشهد الموت اللي في الاخر اللي طه قال عليه ان هو ذاكر ان لما حد بيتضرب في المكان ده وعلى غفله بينمل، مش بيحس بالضربه، مش بيتفزع، فعشان كده عمل المشهد بالشكل ده وعمل الانفعالات دي. فده برضه مجهود يحترم جدا، يبين لك انك قدام ممثل واعي عارف هو بيعمل ايه. هنسرش كتير جدا انا ونادين، سحلتها معايا حبيبتي عشان انا اول مره اموت فمش عارف يعني ايه. اكتشفنا حاجات، وان هو ما بيموتش على طول، وما بيحسش اصلا بوجع الضربه، بيحس انها بتنميله، وقصه كبيره. وما يكملش كام يوم وبعد ما رمضان يخلص في العيد بينزل له فيلم من بطولته هو وعصام عمر اسمه سيكو سيكو. مش محتاج اقول لك قد ايه ان الفيلم ده نجح وجاب 188 مليون جنيه مصري. فيلم سيكو سيكو حاليا في اللحظه اللي بكلمك فيها دي هو تاني اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه كفيلم شبابي، فدي حاجه تخض يعني. وبصراحه الفيلم حلو جدا، وطه وعصام كانوا اون فاير وكميتهم عظيمه مع بعض. فيلم كله على بعضه فيلم نظيف، واحد من الافلام الكوميديه الحلوه قوي اللي اتعملت اخر 10 سنين بالميت كمان. تعال بقى اقول لك الخلاصه ان طه موهبه قويه جدا، قدر يبني اسمه كنجم. يعني في 2021 كان طلع دور صغير في مسلسل بيمبو اللي هو بطولة احمد مالك، والسنه دي كان بطل مع احمد مالك في ولاد الشمس. وده بيبين قد ايه الراجل ده اجتهد وتعب واشتغل على نفسه عشان يوصل للمكان اللي هو فيها دلوقتي دي. وكمان الراجل ذكي جدا، يعني لو جيت بصيت لاعماله هتلاقي ان اغلبها بطوله جماعيه، مش مستعجل خالص على البطوله المطلقه وان انا عايز ابقى النجم الاوحد. ليه بقى؟ عشان ده بيفيد العمل، وان يبقى في كذا نجم في العمل بيخلي الناس متحمسه اكتر ان هي تخش. تعالى بس نتكلم عن الاعمال اللي جايه لطه، اللي اولهم فيلم الساده الافاضل. الفيلم اللي جاي من اخراج كريم الشناوي، واحد من المخرجين المفضلين، ومعاه اشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، محمد شاهين، علي صبحي، انتصار، كاست كبير جدا. وكمان فيلم اسمه تايكون وبومبا بطولته هو ومحمد ممدوح. تقريبا الاسم ده اتغير، انا مش متاكد من المعلومه بصراحه. بقول لك ايه، انت لو كملت الحلقه لحد هنا فانت راجل جدع، وانا بحبك عشان انت راجل محترم جدا جدا جدا. كمل جدعنتك دي بقى باللايك والسبسكرايب، واكتب لي كومنت حلو زيك كده، وبرضه اكتب لي ايه اكتر عمل انت بتحبه لطه، واكتر دور حسيت ان هو ممثل جامد فيه. وبس كده انا خلصت اللي عندي، اشوفك في الحلقه اللي جايه، سلام.